في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ثيرموس، الشركه اللي قعدت بثوره طبيه وانتهت بفضيحه ضخمه. لو لسه شفتش الفيديو شوفوا العلامه تظهر هنا او هنا. اما النهارده فمعانا قصه شركه تانية، شركه كانت طايره في السماء وصلت قيمتها ل 47 مليار دولار، وكل الناس كانت متاكده انها تبقى واحده من احسن الشركات في العالم لحد ما كل حاجه انهارت فجاه. القصه دي هي قصه وي وورك، الشركه اللي بدات بفكره بسيطه لكن بسبب الاداره الغلط والتوزيع الغلط للفلوس والتوسع العشوائي تحولت لكابوس للمستثمرين. في الفيديو ده هنعرف ازاي وي وورك بدات ووصلت للقمه، ازاي التوسع المبالغ فيه والاداره الفاشله كان سبب السقوط، ايه الاخطاء اللي خلت المستثمرين يخافوا يهربوا، واخيرا ايه الدروس اللي ممكن نتعلمها من القصه دي. يلا بينا نبدا. وي ورك ظهرت سنه 2010 على ايد ادم نيومان بفكره بسيطه وقويه جدا. ليه الناس تدفع ايجارات لسنين طويله مع انهم ممكن يستاجروا مكاتب مرنه باسعار مناسبه؟ الموديل كان بسيط جدا، تاجير مكاتب ضخمه وتقسيمها لمساحات صغيره وتاجيرها باسعار اعلى. شركه ناشئه بفكره جذابه والمستثمرين وقعوا في حبها. سوفت بنك استثمرت فيها مليارات، قيمتها وصلت ل 47 مليار دولار، توسعت عالميا في وقت قياسي. بس المشكله ان الاداره كانت بتصرف فلوس بطريقه جنونيه. طب ليه وي ورك انهارت بالشكل ده؟ اولا الصرف العشوائي، الشركه كانت بتصرف فلوسها يمين وشمال، حفلات مجنونه، طيارات خاصه، وكانوا بيأجروا مكاتب حتى من قبل ما يكون عندهم عملاء. ادم نيومان كان بيصرف فلوسه على حاجات شخصيه، شقق وسفر، استثمارات غريبه، وكان حتى بيبيع ممتلكاته للشركه باسعار اغلى من سعرها الحقيقي. ثانيا التوسع بدون تخطيط، الشركه كانت بتتوسع بسرعه غريبه وعشوائيه بدون اي تخطيط واضح. وي ورك دخلت في مشاريع ملهاش اي علاقه بمجالها زي مدرسه اسمها وي برو. ثالثا فشل الطرح في البورصه اي بي او. لما قررت وي ورك تدخل البورصه 2019 المستثمرين بداوا يدققوا في الارقام، اكتشفت ان الشركه بتخسر مليارات والموديل بتاعها غير مستدام والارقام غير موثوق فيها. النتيجه ان القيمه السوقيه للشركه انهارت والمستثمرين هربوا باسرع وقت. بعد الفضيحه سوفت بنك قررت تضخ مليارات عشان تنقذ الشركه، واضطروا ان هم يطردوا ادم نيومان بمكافاه 1.7 مليار دولار. وي ورك نجت لكن بقت ظل لنفسها، النهارده بقت جزء صغير جدا من اللي كانت عليه. ايه العبره اللي ممكن ناخدها من سقوط وي ورك؟ الاداره السليمه اهم من اي فكره عبقريه. النمو السريع مش معناه نجاح، لازم يكون مدروس. المستثمرين مش هيضحك عليهم طول العمر، في الاخر بيدوروا على ارباح حقيقيه. وي ورك كانت قصه صعود سريع وانهيار اسرع، ولكنها درس مهم لاي حد بيفكر يدخل عالم رياده الاعمال. الفكره لوحدها مش كفايه، التنفيذ هو اللي بيحدد كل حاجه. وبكده نكون خلصنا قصه وي ورك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان ناس اكتر تستفيد. اشترك في القناه عشان ما تفوتش اي فيديو جديد. نشوفكم الحلقه الجايه.